وسيتعرف فريق الدفاع الحسني الجديدي على منافسه في الدور المقبل ضمن القرعة التي ستقام الثلاثاء المقبل بالقاهرة، وهي القرعة التي تجمع الفرق المؤهلة عن ثمن نهائي كأس الكاف والفرق التي غادرت دوري الأبطال. إلى مستجدات البطولة الاحترافية في دورتها 23 قمة الأسبوع بين المغرب التطواني والكوكب المراكشي حسمها الماط بهدفين دون رد على ملعب سانية سرمل بتطوان. ففي أجواء ماطرة وب9 لاعبين كسب المغرب التطواني المواجهة. هدف أول جاء مع متم الشوط الأول بإمضاء اللاعب المهدي عزيم، والهدف الثاني تأتى مع مطلع الشوط الثاني والمسجل اللاعب سلمان ولد الحاج. انتصار إذن خول الحمامة التحليق في الرياضة وتوسيع فارق النقاط عن الكوكب المطارد إلى 6 نقاط. وفيما يلي مشاهدينا نتابع ردود الفعل عقب هذه المباراة. هو كل مباراة عندها السيناريوهات ديالها محتملة. أظن أنه السيناريو الكارثي من ناحيه بالنسبه للفريق المغرب التطواني كان هو انه الطرد ديالو ديال جوج لاعبين، ولكن كذلك انه سيناريو كان مزيان بالنسبه له هو انه كان متفوق بهدفين. حنا السيناريو الاسوء بالنسبه لنا هو انه تلقينا هدف يعني في مومون بسيكولوجيك صعب قبل نهايه الشوط الاول. في بدايه الشوط الثاني اللاعبين ديالنا كما قلت لك تحطوا في واحد لا سيتوياسيون دو جو اللي ما تحطوش فيها كثير هذا الموسم هذا اسافور رومونتي لو سكور، ولكن كما قلت لك الفوارق الفنيه بين الفريقين وخاصه لي لاكول اللي عندنا حنا من ناحيه التنشيط الهجومي بانت بانه ميم كونتر 9 جوور اون اي بروفي بوكو دو ديفيكولتي باش نديروا فرص التسجيل، ولكن كما قلت كره القدم هي هذه الفوز كان الافضل. الحمد لله رب العالمين على هذه النتيجه. فريق المغرب التطواني برهن بانه كيستحق المكانه اللي كيتصدر الدوري الان، تصدر البطوله. كنتمنى بان حنا ما نتاثروش بهذه المقابله لان كنتظرنا مقابله نهار الاربعاء. اليوم غادي يكون دب الارجل اللاعبين. كنتمناو بان اللاعبين يريكوبيريو مزيان هاد اليومين اللي بقات ونوجدوا المباراه ديال الجيش الملكي. المهم من المقابله اليوم هو 3 نقاط، وان فريق المغرب التطواني قدم ذاك لو ستيل ديالو وبين بانه كيستحق هذه المرتبه هذه، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وكنشكر الجماهير التطوانيه الكبيره جدا اللي برهنت اليوم بانها السند الاقوى لفريق المغرب التطواني، ونتمنوا التوفيق ونتمنوا باش نكمل.